ببقى راكب في المينيباص واقف عامل كده، تمام، يا اما واقف عند الحته بتاعت فتحه السقف، فده عادي. وبغض النظر ان في ناس ممكن تمشي تعدي من بين رجلك وانت واقف، فده ممكن نمشيه عادي. بس في حاجات ما ينفعش نعديها. يعني الولاد مثلا، تلاقي الولد من دول قاعد عامل كده متعصب وعلى وشه غضب الدنيا، تمام. اول ما بنت تركب يا دوب بس تحط رجلها كده على سلم المينيباص، قلب كده قلب اهبل، فاهم؟ مشاكله اتحلت في طلعة البنت اللي على السلم دي، تمام. بعد كده يعني نخش في حاجة تانية، متحرشين. متحرشين في المينيباص، في متحرش بالبنات وفي متحرش بالولاد. المتحرش بالبنات ده تعرفه ازاي؟ تلاقيه واقف دايما وعامل كده مهرتل على نفسه. المتحرش بقى بالولاد، لا ده مش هنتكلم عنه، ده ربنا يتولاه. وسواقين المينيباص تحس ان هم عاملين الفرامل بباسورد، بجد والله. يعني ما ينفعش ينزلك في مكانك، تقول له لو سمحت يا اسطى على جنب، يقول لك ازاي يا استاذ؟ لا معلش استنى 2 ميل بس اطلع قدام، مش هعرف اكسر يمين دلوقتي، اقطع نفسي. طب ما انت سواق، هو انت يعني كنت مغني؟ ما انت سواق. ده لو سواق ده محامي. في سواقين بارده، تقول له لو سمحت يا اسطى على جنب هنا، يقول لك نازل هنا. يا عم انا بختبرك، هو نازل هنا. في سواقين ابرد، تقول له لو سمحت يا اسطى على جنب، يقول لك ثانيه بس خلص السيجاره. تلاقيه بيشرب سيجاره، خلص السيجاره يا اسطى على جنب والنبي. تلاقيه فاهم، ثانيه خلص كوبايه الشاي، يا اسطى هات امك على جنب عايز انزل. ده نوع من السواقين. فانا رايي لو انت مثلا نازل في غمره، او نازل مثلا في رمسيس، لو انت نازل في رمسيس تمام، قول له على جنب يا اسطى في غمره، هينزلك في رمسيس. غير كده يا معلم مش هتنزل. واللي يلاقي نوع من انواع السواقين دي اكرته على قفاه. بس شكرا. انت مش هتقفل ليه؟